السلام عليكم. عارف الإحساس بتاع إنك تبقى قاعد الساعة 3 الفجر قبل امتحان ليك أو أنت عليك الشغل الصبح وتحس إن حياتك قاعدة تتكرر يوميا وبدأت تخش على فترة الاكتئاب بتاعتك، باصص في السقف بتفكر في مستقبلك اللي ملامحه أوحش من درجات الميد بتاعتك، فجأة تلاقي فيديو متمنتج لراين جوزلينج وهو سايق بالليل من فيلم درايف، أو بيبص في المطر من فيلم بليد رانر، أو اللقطة بتاعته لما كان نايم على التلج وباصص في السماء من فيلم بليد رانر برضه، فتلاقي صوابعك بتكتب لوحدها في الكومنتات ده أنا حرفيا أو ليترلي مي، وتلاقي كل الكومنتات عباره عن كده وبس. مبدئيا كده يا غالي، الفكره مش مجرد مين بنضحك عليه، دي ظاهره نفسيه وسينمائيه كامله. إيه اللي يخلي شاب بيعاني عشان يلاقي مكان في الميكروباص او بيحسب الباقه عشان تكفي لاخر الشهر يحس انه ريلاتابل مع واحد زي راين جوزلينج؟ يعني انت فين وهو فين يا ملك؟ انت لباسك مقطع وتقول لي ربنا هيجيب رزق. يجيب رزق ايه؟ بس كم انت ما عندكش رزق. عشان نفهم القصة فلازم نستكشف مع بعض أصل الترند ده وليه بيلمس مع كل الشباب، وفي البداية لازم نرجع لورا حبتين. ترند الليترلي مي ما بدأش براين جوزلينج أصلا، ده بدأ في قاع وأعماق الإنترنت، مش في الدارك ويب، لا يا عم، لا. في منتديات زي فورتشان أو ريدت من سنين قديمة. طبعا كل حاجة بتبدأ في ريدت، أي حاجة مش لاقي لها مصدر هتلاقيها بدأت في ريدت. الشباب كانوا بيجيبوا شخصيات معقدة وحيدة ومهمشة في المجتمع زي ترافيس بيكل في تاكسي درايفر أو باتريك بيتمان في أمريكان سايكو ويقول ده أنا، أو ليترلي مي، مشيها ليترلي مي عشان السياق الدرامي. الفكرة كلها في حاجه اسمها رومانسيه العزله. الجيل بتاعنا حاسس بوحده واغتراب مرعب، فلما بيشوف بطل سينمائي بيعاني من نفس الوحده دي بس بشكل كول وماشي في اضاءه نيون وبيدخن سيجاره، العقل الباطن بيعمل حيله دفاعيه. انا مش وحيد ومنعزل، لا لا لا، انا مش وحيد ومنعزل عشان انا فاشل اجتماعيا، لا برضه انا وحيد عشان انا غامض وعميق ومختلف عن القطيع. انا سيجما ميل، مش عشان شخصيتك بضان ومحدش بيطيقك ودمك مش خفيف وعلى قدك خالص في الحياه الاجتماعيه وفي فهم الميمز كمان وحتى الكرب ووضعك في الحديد وتصعب على الكافر، لا لا لا، عشان انت مختلف ومميز ومحدش فاهم دماغك الايقونيه، وعشان انت المشطشط طبعا والبنات هتموت عليك وانت فاهم انت الكارف. نرجع بقى لكلامنا بعد الصدمه الحضاريه دي. طيب اشمعنى راين جوزلينج اللي كل الميمز ركبت عليه وبقى المتحدث الرسمي للترند ده؟ في كذا اجابه للموضوع ده. اولهم ان راين جوزلينج تقدر في اغلب افلامه تشوف نفسك في شخصيته في الفيلم، هتلاقيه طالع مكتئب وحيد ما بيعرفش يتعامل مع البنات، عنده رهاب اجتماعي، هتحسه دايما ريلاتابل معاك، هتحس انك مرتبط بشخصيته، شبهك كده بالظبط. انا عارف ان انا بقسو عليك بس يعني ده شبهك ودي الحقيقه وانت عارف كده. وانت عارف بكيدز وانت عارف بكيدز وانت عارف بكيدز. بس على العكس هتلاقي ان البنات مش هيبقوا معجبين قوي بشخصيته في نوعيه الافلام اللي بنتكلم عنها اللي هي زي درايف وبليد رانر. والاجابه الثانيه في مصطلح سينمائي اسمه ذا بلانك سليت او اللوحه الفاضيه. رايان استاذ في حاجه اسمها التمثيل المايكرو، ملوش في الزعيق والانفعالات المبالغ فيها وما بيعملش مونولوجات طويله، هو بيسكت كتير جدا. الصمت ده بيشتغل زي مرايه ليك كمشاهد، لما البطل يسكت ويبص للفراغ انت تلقائيا بتعبي الفراغ ده بمشاعرك انت، لو انت حزين هتشوفه حزين، لو حاسس بالخذلان هتشوفه مخذول. رايان مش بيفرض احساس الشخصيه عليك، هو بيسيبك تلبسها وتعيش جواها، ولو على مقاسك بقى يبقى مراحل بفتره الاكتئاب، وهي صدقني دايما هتبقى على مقاسك. ولو بصينا على الثلاثي المرح لافلام الترند ده واللي مش مرح ابدا يعني، فنلاقي البدايه في 2011 مع فيلم درايف، بطل ملوش اسم اصلا بيتسمى السواق درايفر، شغلانه مكرره، عايش لوحده ما بيتكلمش غير للضروره. الشاب مننا بيشوفه هنا البطل الصامت اللي بيحاول يحمي حاجه بيحبها في عالم قاسي. الفيلم ده فهمنا انك مش محتاج تكون بطل خارق ببدله السوبر هيرو عشان تبقى كول، انت بس محتاج تسكت، بس تسكت وتعرف تسوق بايد واحده وتشتري جاكيت عليه عقرب من الوكاله، ومفيش حاجه منهم تقدر عليها غير الجاكيت من سوق الجمعه. ما انت لو معاك عربيه وبتسوق بايد واحده وبتروح تلاقي امك عامله لك صينيه البطاطس بالفراخ، يبقى صباح الفل، ايه اللي مضايقك؟ بعدها نيجي الليفل الوحش اللي هتسمعه بعدها تخش في مود مش بتطلع منه بسهوله ابدا، خصوصا اني لما سمعت الفيلم ده كان اخويا مرشحه لي وانا ما اعرفش حاجه عنه غير اسمه، وهو ما كانش راضي يقول لي اي حاجه عنه عشان كان عايز نعيش التجربه دي بشكل كامل. بليد رانر 2049. شخصيه اوفيسر كي اللي هو البطل بتاعنا راين جوزلينج، هنا الترند جاب اخره. كي هو حرفيا آلة ترسف مكنه الرأسماليه، بيعمل اللي بيطلب منه كل يوم من غير اي تقدير، وعايش في شقه كئيبه. المشهد الايقوني بتاع الهولوجرام وهي بتقول له you look lonely I can fix you، هجيبه لك على الشاشه برضو. What a day. You look lonely. I can fix that. بيوجع لانه بيعكس جيل كامل حاسس ان العالم حواليه بقى ديجيتال ومزيف، لدرجه اننا بقينا بندور على الطبطبه والمشاعر في شاشات الموبايل والذكاء الاصطناعي. يا ملك العصفوره قالت لي انك قاعد بتشحت تعاطف ومشاعر من شات جي بي تي ووضعك قمه في البؤس. في الفيلم كي بيعمل كل شويه اختبار كفاءه بيز لاين تيست، تلاقيه قاعد بيردد كلمات متقطعه زي انترلينك وهو وشه خالي من اي تعبير عشان يثبت للنظام انه شغال صح ومفيش عنده مشاعر هتبوظ الشغل. Interlinked. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. المشهد ده هو بالظبط حياتنا اليوميه. تصحى من النوم، تنزل جامعتك او شغلك، تقابل ناس تسالك عامل ايه فترد زي الاله الحمد لله تمام، ترجع تذاكر لك كلمتين او تخلص تاسكاتك وتنام. روتين مكرر وقاسي بتعمله وانت فاصل مشاعرك تماما عشان تعرف تكمل يومك من غير ما تنهار وتصيح، وبرضه بتنهار وتصيح. احنا كلنا بنعمل البيز لاين تيست بتاعنا كل يوم الصبح واحنا باصين في المرايه او واحنا سارحين في المواصلات لما السماعه تفصل منك. يعني افتكر منظرك ساعتها بيبقى عامل ازاي. يا كابتن شوبير. ده وليد، ده انت صوتك حزين جدا يا وليد. متقطع يا كابتن شوبير.
سبويلر اليرت يا ملك، عشان بس نكون متفقين، العظمه الحقيقيه للفيلم بتيجي في النهايه، عشان هتكلم في النهايه دلوقتي. كي بيكتشف انه مش البطل الخارق، ومع ذلك بيقرر يعمل حاجه صح، بيقرر يضحي عشان ينقذ غيره ويكون ليه لازمه في الدنيا حتى لو محدش هيفتكره ولا هيتعمل له تمثال. بس مشهد النهايه وهو نايم على السلم وباصص للسماء والتلج بينزل عليه ومزيكا تيرز ان رين شغاله في الخلفيه، ده بيقول لك انك حتى لو مش بطل العالم وحتى لو انك مجرد شخص طبيعي تقدر تختار انك تكون انسان كويس وتعمل حاجه ليها معنى. حسسني بتاع تنميه بشريه سيكا، بس يعني ماشي الدنيا عشان السياق الدرامي برضه. بليد رانر مش بس بيكئبنا، هو بيفصص حاله الفراغ والوحده اللي جيلنا حاسس بيه، بيطبطب عليك في الاخر ويقول لك عادي انك ما تكونش مميز، المهم انك تختار تعمل ايه بالوقت اللي فاضل لك، واللي لو هنقول كلمتين جد فصدقني مش هتلاقي الفرحه والراحه في حياتك الا لما تقتنع انك عادي والله تبقى مش مميز، عادي تبقى عادي جدا ما فيهاش اي مشكله، مش لازم تبقى زي مورينيو وشايف نفسك السبيشال وان. So I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. ممكن عادي جدا تبقى زي جدي كلوب في اول مؤتمر صحفي ليه مع الليفر لما سالوه قالوا له انت مين؟ قال لهم انا النورمال وان، الشخص العادي. So I'm a totally normal guy. I'm the normal one. Maybe if you want this. فخليك عادي اصلا. المهم نكمل بقى، ولما نحب نقلبها دراما حبتين بندخل على لا لا لاند، على اساس احنا قلبناهاش دراما في اللي فات. سبيستيان اللي هو دور راين جوزلينج في لا لاند لمس معانا في حته الشاب المسحول اللي بيعافر ويضحي بحياته العاطفيه والاجتماعيه عشان يوصل لحلم، عشان كده مشهد النهايه والابتسامه المكسوره في الكافيه كسر قلبنا كلنا لانها بتمثل كل فرصه طارت مننا. المشهد بيوجع عشان سبيستيان على الاقل حقق حلمه بس خسر حبيبته. نسيت اقول سبويلر اليرت، مشيها. واحنا مندمجين معاه وشايفين نفسنا مكانه عشان احنا برضو ولا حققنا الحلم ولا معانا البنت ولا عارفين احنا رايحين فين اصلا. مش عايز اتكلم عن الفيلم ده كتير عشان هيبقى جزء من فيديو مخصوص اكتر جاي ان شاء الله. ولحد هنا كان الترند ماشي دراما وعمق، لحد ما جينا في 2023 وحصلت الخيانه العظمى. قدوه السيجما ميلز والذئب الوحيد طلع بدور كين في فيلم باربي، بيلبس بينك بيعيط عشان البطله مش معبراه. ناس افتكرت ان الترند هيموت والشباب هتتبرأ منه، بس المفاجاه ان العكس حصل. الشباب اكتشفوا ان كين هو كمان ليترلي مين، لاننا اكتشفنا انه مش لازم طول الوقت نكون قتله مأجورين او آلات مكتئبه، فاحنا في النهايه بشر محتاجين نحس اننا كفايه، فاهم؟ I'm K enough، وعايزين شويه تقدير واهتمام. احنا بنبقى مجرد شباب عاديه بتعمل حركات غبيه عشان تلفت انتباه حد، طبعا انت فاهمني، في الاخر ما حدش بياخد باله مننا برضه. واخد بالك انت لمست معاك اللي فاتت دي؟ يا رب تكون لمست. وراين جوزلينج علق معانا بالذات عشان كل واحد بيشوف نفسه فيه في دور معين من ادواره. تلاحظ ان اغلب ادواره هو انسان ويرد غريب الاطوار، شكله حلو بس ما بيعرفش يتكلم او يتعامل مع البنات، بيكون شخص اوكورد، معاملته مع البنات محدوده، وحتى بره الافلام بيفضل نفس الشخصيه دي في المؤتمرات والحفلات السينمائيه. عشان كده السناجل بالذات زي حالاتنا بيشبهوا نفسهم بيه وشايفين نفسهم فيه. فخلاصة القول يا غالي، سواء كنت حاسس انك اوفيسر كي مطحون في ساقية الروتين، او سبيستيان اللي بيعافر ورا حلمه في الدنيا بتعاند معاه، او حتى مجرد كين مش لاقي حد يقدره، افتكر دايما ان الترند ده نجح عشان كلنا حاسين ببعض وكلنا متفقين ومجمعين على اشكال قريبه لشخصيتنا، والاشكال دي عرف يجمعها ويمثلها راين جوزلينج. وانا عارف وانت عارف انك انت كل الشخصيات دي في نفس الوقت. احنا جيل بيضحك على خيبته بميمز، واكتر ناس تقدر تضحك في عز مصايبها واوضاعها ونطلع منها بكوميديا حلوه، وبيطبطب على نفسه بفيديوهات متمنتجه بنايت كول الساعه 3 الفجر. كلنا عندنا الاكتئاب والجفاف العاطفي بتاع ما بعد الساعه 12 بالليل، الا من رحم ربي طبعا، يا رب وعدنا. فعادي انك ما تكونش بطل القصه او ما تكونش محور الكون، وعادي انك تكون محتاج تفصل شويه وتبص للفراغ، وده طبيعي اصلا عشان تعرف تسرفايف. بس الاهم انك بعد ما تخلص البصه دي تقوم تكمل يومك وتعيد نفس اليوم عادي خالص مره تانية، لان ما حدش هيجي ينقذك او هيعرف يلحقك غيرك. ففي النهايه لو حسيت ان الفيديو ده ليترلي يو، باصي لايك ساخن واشترك في القناه عشان نكمل باقي استكشافاتنا مع بعض، وقول لي في الكومنتات انت انهي نسخه من راين جوزلينج النهارده. بس خليك عارف انه ليترلي مي مش ليترلي يو. ومساك فل يا غالي.